على الخير يا حبايبي، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جمعة مباركة علينا وعليكم يا رب. بصوا كده عندي هنا انا هعمل يعني غيرنا رأينا كده بحاجة بسيطة كده الصبح، شوية جميلة. وقلت ايه عشان احنا هناكل النهاردة ايه؟ هناكل النهاردة سردين. بصوا عندي طاسة اهي محضرة اهي، بس قلت ايه اشرب الاول ايه شوية كوباية قهوة عشان تصحصحني. تمام. وايه وبعد كده ايه نبدأ بقى يومنا، يعني يا دوبك ايه لميت الغسيل وطبقته. تمام. قلت ايه نبدأ اليوم كده، ايه ابدأ الاول نبدأ اليوم بفنجان قهوة كده عشان يصحصحني. وبعد كده ايه نشوف مع بعض بقى هنعمل السردين بتاعي ازاي. بس لو عايزة الوش يبقى قد كده بتقلبيها كل شوية، بتستني عليها تقلبي وتسيبيها وتقلبي قبل ما تطلع معاكي بشوية. طبعا احنا ما بنخليهاش تغلي، قبل ما تحسي ان هي هتطلع كده بتروحي طافية عليها، بتديك الوش. خلاص انا كده ايه مش هقلب تاني عشان هي خلاص قربت تطلع كده. قبل ما تطلع كده اهو هنطفي عليها اهو كده. القهوة بتاعتي خلاص جاهزة، بس هنشرب بقى القهوة بتاعتنا. بصوا الوش، بصوا الوش قد ايه يا جماعة. هشرب بقى القهوة بتاعتي وصحصح كده، وبعد كده ايه نبتدي بقى ايه نعمل مع بعض السردينة بتاعتنا. بصوا كده يا جماعة اهو هنبدأ هنعمل ده السردين بتاعنا اهو. جاي لنا جوز معرفش جايبه منين، يعني بصوا متقطع ومخلي جاهز. بصوا هنشوف، لسه انا اول مرة لسه هفتحه معاكم اهو. وعندي هنا 3 4 ليمونات اهم غسلاه ومقطعاه. وهنقطع بصل عشان ايه ما جبناش بصل اخضر. وعيش بقى، عيشك بقى ايه بتاع ايه، يعني الاكله دي عايزه لها بتاع اقل حاجه 30 40 رغيف يعني كده على الاقل. هنبتدي بقى كده مع بعض نفتح العلبه. بصوا يا جماعه، بصوا الجمال. على فكره هو جاي لنا حد جايبه لجوزي. بصوا عليه زيت ومتظبط، عايز بس نظبط افضي في الاطباق. وهزود، انا بحب الزيت اظبط معاه زيت. بصوا دي سردينه اللي هي كبيره شويه دي، بس متنضفه جاهزه، بس هي فيها شوك يعني هي متقطعه. تمام. ودي بسارية ومعاها بسارية صغيره اهي. بصوا شايفين البسارية؟ ان شاء الله هعمل معاكم فيديو تخليل البسارية باذن الله. هجيب كيلو كده ونعمله مع بعض. هبتدي بس كده عندي اجيب طبق. بصوا كده يا جماعه، بصوا قسمنا اهو، شايفين؟ بصوا حطينا هنا البسارية ومعاها حتتين من السردينه. بصوا هو بس هيعوز بقى احط له ليمون وزيت وطحينه، هوريكم دلوقتي. وخل بسيط خالص يعني ايه، بس كده. بصوا كده، هو عليه على فكرة زيت، بس انا برضو بحب احط له. انا هجربه كده معاكم. انا بحب دايما اكله اعمله على النار، بس قلنا ايه جوزي قال لي لا المرة دي ايه لما بيتعمل على النار بيتحدق، وقلت ايه اغير معاكم. نجيب شوية خل بقى كمان. بصوا كده يا جماعة، انا حطيت شوية خل صغيرين. تمام. هنقلب بقى كده مع بعض. هجيب بقى هظبط بقى ليمون. بصوا بقى كده اهو، شايفين الجمال بتاعنا؟ الواحد زهق من الاكل والطبيخ، فقلنا ايه يعني دي حاجة ايه تغيير، يعني زهقنا من الاكل وكده، يعني هناكل ايه النهارده. وعندي بقى بصوا اجيب بقى الطحينة بقى. الصاج هنا ده انا هحط عليه العيش. بصوا كده يا جماعه اهو طحينه اهي. مش قادره اقول لكم بقى ايه الطحينه دي بقى مع السردين والحاجات دي بتدي طعم رهيب اهو، زي ما انتم شايفين كده معايا اهو. تمام اهو. ابدا بقى ايه انضف البصل. تمام. احط بس العيش، احطه يتسخن في الفرن. احط بقى عيش بقى ايه
30 40 رغيف ولا حاجه يعني، بس على الاقل يعني 6 7 ترغيفه 8. تمام. انتوا عارفين ان الاكله دي بتحب نعمل لها عيش يعني بزياده يعني. دول مثلا ايه 2 4 6، احط ده كمان عشان ايه لو احتاجنا. تمام اهو العيش في الفرن، وهنقطع بقى البصل بتاعنا اهو، ننضفه ونحط له شويه خل وشويه ملح، بس ايه ننضفه نقطعه الاول. المفروض دول 3 بصلات، هجيب واحده كمان زياده عشان دول رفيعين. والليمون عندي اهو بزياده، اللي حابب يزود يزود. وبعد ما بنخلص خالص الاكله دي بنعمل ايدينا بالليمون، وبعدين نغسلها بالصابون السائل، وبعد كده ايه بالصابونه بقى بروه كمان بروه. انا بخلي بروه كده للايدين، اللي الصابونه بتخلص وفاضل البروه دي بخليها دي للايدين عشان بعد الاكل. بعد كده ايه الصابون نستخدم الصابونه التانيه. واحده كمان عشان الاكله دي بتحب جنبها بصل كتير. بس قبل ما اخلص الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مش عارفه البصل الايام دي، بصوا ايه الهباب اللي انا بلاقيه ده. بصوا بصوا مش عارفه فيه ايه. يعني لازم يتغسل بقى كويس. يعني معظم البصل بلاقي فيه كده الهباب ده كده، انا بتضايق قوي. انا بحب البصل اصلا الاحمر ده، بحب استخدمه اكتر من وطي التلفزيون يا احمد شويه. بحب استخدمه اكتر من البصل الابيض، فتلاقيني دايما ايه بحب استخدمه. خلاص كده احنا نضفنا البصل، هغسله بقى ايه واقطعه. مش بغسل البصل بس، انا بغسل ايدي كمان. بصوا كده معايا، نقطعه بقى كده جوانح. هعصر بقى معاه ايه، هعصر ليمونه او نص ليمونه، شويه خل وشويه ملح، هوريكم بقى دلوقتي اهو. جمعة مباركة علينا وعليكم. بس قبل ما اخلص الفيديو ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في في القناة، ولايك حلو كده جميل منكم، كومنت حلو منكم قصدي، عشان الكومنتات دي اللي بتشجعني ان انا اكمل. بصوا كده نجيب الاول الملح، مش هنكتر، احنا عندنا اصلا يعني السردينة، بس دي ايه الملح ده كمادة ايه حافظة كده يعني ايه، عشان البصلايه بتاعتي ما تعملش ريحة. شوية خل اهو، مش كتير. هنعصر بقى ليمون، نص ليمونة مثلا كده اهو.
لا دي ما فيهاش ميه، انا بسرعه كلها. بصوا كده، هنجيب بقى نحط معاه شويه ميه ونقلب الكلام ده كله مع بعض. لازم يبقى فيها ميه كده اهو. نحاول ايه تفك البصل كده من بعضه اهو. الاكله دي بقى ايه، انا ماليش في السردين قوي قوي، بس هجربه اول مره، هجربه معاكم اكله كده ني. انا بصراحه ما بحبوش كده وما بحب اعمله دايما إيه على النار، بس انا اول مره هجربه معاكم كده. عندي العيش في الفرن اهو تمام، وعندنا البصل اهو خلاص خلص. بصوا بقى كده يا جماعه، بصوا الجمال بتاعنا، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا اهو، ده نص كيلو فسيخ على بسارية. بصوا البسارية اهو، شايفين الجمال. انا حطيت بقى شويه زيت، شويه خل صغيرين تاني. هو كان جاي عليه زيت، بس انا زودت له شويه، وليمون وخل وطحينه زي ما انتم شايفين كده. وبصوا عندي هنا البصل اهوت. ما جينا نشوف بصل اخضر ما لقيناش، يعني اللي موجود عندي الاحمر ده بيبقى مسكر وجميل، انا بحبه في الاكل في اي حاجه. وعملنا سخنا جنبه اهو عيش بلدي تمام اهو. ده غدانا بقى النهارده. ما تنسوش بقى تدعموني باللايك والاشتراك في القناه وكومنت حلو كده تشجيع منكم، عشان ايه اكمل معاكم. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، ده غدانا النهارده، يعتبر فطارنا وغدانا، احنا بنغرقنا باي حاجه عشان ايه، يعني ايه حاجه جديده وتغيير يعني يوم الجمعه، لان الاكله دي ما ينفعش تتاكل اخر النهار عشان ايه جوزي بيبقى جاي متاخر. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.